جمهور الاهلي نازل سلخ في شيكابالا، بيقول له شفت ده بيقول على اسوري خمرجي، ده نادي الزمالك بيجيب ناس خمرجيه. طب انا مش هكلمك على مدربين جول الخمرجيه، انا هكلمك على رئيسك التاريخي اللي كان ليل نهار شغال. رئيسك التاريخي وانت عارف طبعا مين، مش هقول اسماء يعني، ده خليه على جنب. ادي اول حاجه. فلو انت يكون عندك حاجه زي كده ما تطلعش تتكلم على حاجه هي عندك من زمان وانت سابق فيها. الحاجه التانية بقى، لما اتكلموا عن السجاير يقول لك ازاي نجوم في الزمالك بيشربوا سجاير. انا هجيب لك بركات اللي لسه من شهور كان بيقول ان هو كان بيشرب. دي اول حاجه. الحاجه التانية وهجيب لك حاجه اقوى، جوزيه لما دخل قبل ماتش لقى احمد حسن دروجبا بيحشش قبل الماتش، وقتها استبعدوه. واللي الكلام ده اللي قاله لعيب في النادي الاهلي طلع قال بعد كده، والتصريحات موجوده. يعني عمالين تقولوا وعمالين تجيبوا على شيكابالا وانتوا فيكوا العبر، والله ناديكوا فيه العبر. ده غير ابراهيم سعيد اللي كان مقضيها ديسكوهات وبتاع، وامام دلوقتي وليله يا عم ليله جاي تتكلم عن الزمالك. طب ده مدرب يا عم، خواجه. دول بقى اللي قاعدين بقى ابن البلد وبيعملوا الكلام ده. اخلع يالا.